احنا ساعات بنفتكر اننا فهمنا كل حاجة، خلاص رتبنا الخطوات وحسبنا الارقام ودرسنا السوق او الشخص او الفرصة وبنقول خلاص هي دي. وهنا بقى يا عزيزي في لحظة غرور كده بتعدي على الانسان، بيحس فيها ان هو فاكر نفسه عارف كل حاجة وحاسس انه قوي وعنده كل الاجابات لكل حاجة. وهنا بقى يا عزيزي لازم تعرف ان انت مهما كنت ذكي او قارئ كويس او عندك خبرة، فعلمك دايما محدود، وده لانك شايف اللي قدام عينك وبس. ومن هنا بقى لازم تاخد بالك من قول الله سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. في الأول كده لازم تعرف إن أنت مهما كنت عارف ومتمكن إلا إن في حد أعلم منك وهو ربنا سبحانه وتعالى. وده لأن العلم الحقيقي مش في العلم اللي عندك ولا اللي موجود في خبرتك ولا اللي جاي من ذكائك، لأن مهما كانت خبرتك كبيرة وذكائك عالي فده من صنع الله وبفضله. علشان كده يا عزيزي أنت محتاج دايما تتواضع وتشكر ربنا على اللي عندك. لازم تحط في دماغك إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عارف كل شيء من البداية للنهاية، وهو اللي بيدبر كل شيء بعلمه الواسع. أما أنت فلسه مش شايف الصورة كاملة ولا عارف تفاصيل كل موقف. ربنا يا عزيزي أعلم بالخير وبالشر، فما فيش داعي بقى للغرور أو الكبر بالعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبك إياه، لأن مهما كان عندك من علم أو قدرة على التصرف فلازم تعرف إن ده هبة من ربنا. علشان كده يا عزيزي أنت محتاج يبقى عندك تواضع وحكمة في استخدام العلم ده. يعني كل موقف بتواجهه وكل قرار بتاخده وكل كلمة بتقولها لازم تبقى تحت نظر ربنا، وانت واعي إن ربنا هو العليم وهو اللي بيعرف تأثير كل فعل وكل كلمة وكل اختيار في حياتك. يعني يا عزيزي لما تحس انك قادر تحكم على الناس او تعرف مين صح ومين غلط، فافتكر دايما ان فوق كل ذي علم عليم. وده لأن ربنا أعلم بكل القلوب وبكل الأسرار وبكل الظروف اللي احنا أصلا مش شايفينها. وده بدوره بيخلينا نعيش بتواضع ونبعد عن الحقد والحكم السريع على الناس، ونركز على تصرفاتنا واختياراتنا بكل حكمة وصبر. لازم تعرف يا عزيزي إن أنت لسه محدود الفهم، وصحيح أنت ممكن كل يوم تواجه مواقف تخليك تحس إن أنت فاهم كل شيء، لكن الحقيقة إن فهمك ده محدود جدا. وعلى فكرة حتى النجاح والفشل اللي بنشوفهم دلوقتي هم مجرد جزء من الصورة، وده لأن كل شيء محسوب بعلم ربنا الواسع، وكل تجربة وكل تحدي وكل وجع وكل فرصة فيها حكمة وأثر طويل المدى، وإحنا للأسف لسه مش فاهمين الكلام ده. الجميل بقى إن تواضعك قدام العلم الحقيقي بيديلك راحة قلب وطمأنينة وإنت ماشي في طريق حياتك، وكمان بيعلمك الصبر والتفكر والتقدير لكل حاجة ربنا محضرها لك بعلمه الكامل. كل موقف صعب يا بطل وكل تحدي ممكن تواجهه في شغلك أو في حياتك أو في علاقاتك، كل ده محسوب بعناية ربنا. ربنا يا عزيزي شايف تأثير الحاجات دي على حياتك كويس جدا، وربنا أعلم بالخير والشر لكل شيء حتى لو انت مش قادر تشوف ده دلوقتي. فمفيش بقى داعي نرفع راسنا ونفتخر بعلمنا ومهاراتنا او بحاجات اتعلمناها، بالعكس لازم دايما نرجع نذكر نفسنا ان كل اللي عندنا ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وان الانسان مهما وصل وبقى عنده خبرة ومكانة فهذا لا يساوي شيئا امام علم الله. وهو ده بقى يا عزيزي اللي بيعلمنا الصبر والتواضع واحترام كل شيء في حياتنا، وكمان الابتعاد عن الكبرياء والغرور اللي ممكن يضرنا ويبعدنا عن طريق الخير والرضا والقرب من الله. لازم تعرف يا عزيزي ان كل تصرف وكل كلمة وكل فكرة لازم تبقى تحت مراقبة وعناية ربنا. التواضع اللي انا بكلمك عليه ده يا عزيزي بيعلمنا نتحمل الاخطاء ونفهم الناس بطريقة احسن. الآية دي كمان بتعلمنا الصبر والتفكر في كل شيء قبل ما نتصرف، لان كل شيء محسوب وكل قرار مهما كان شكله صغير فربنا شايفه كويس وعارف تأثيره على المدى البعيد والقريب. لازم يا عزيزي يكون عندك يقين ان كل تحدي وكل صعوبة وكل وجع انت بتتعرض ليه دلوقتي ممكن يكون سبب في خير كبير جدا جاي بعدين وانت لسه مش شايف ده. التواضع قدام علم ربنا يا عزيزي مش مجرد صفة حلوة، ده ضرورة علشان تعرف تعيش مرتاح. يعني يا عزيزي انت هنا لما تحس ان انت بدأت ترفع راسك وتفتخر بمهاراتك او تحكم على الناس وتقول ده صح وده غلط، افتكر هنا ان فوقك عليم لا يغيب عنه مثقال ذرة، عليم بظروف الناس اللي انت ما تعرفهاش وعليم بقلوبهم اللي انت مش شايفها. التواضع ده يا عزيزي هو اللي بيعلمنا الصبر على المواقف اللي مش مفهومة، وهو اللي بيدينا السكينة في الاوقات اللي بنحس فيها ان حساباتنا كلها فشلت. الحقيقة يا عزيزي ان الناس والفشل اللي بنشوفهم بعيننا دلوقتي هم مجرد لقطة في فيلم طويل جدا. تأثير الوجع او الفرحة اللي بتمر بيها النهاردة ممكن يكون له حكمة وأثر ممتد لسنين قدام انت لسه مش مدركها. وهنا بقى عاوزك تفتكر دايما ان كل تجربة مؤلمة وكل وجع وكل تحدي وكل فرحة وكل قرار وكل حاجة بتحصل في حياتك محسوبة بعناية، وعاقبة كل موقف خير حتى لو الخير ده مش واضح دلوقتي. فخلي الآية دي بقى كده يا عزيزي بوصلة ليك في كل مجلس علم وفي كل لحظة نجاح وفي كل قرار مصيري، وافتكر انك دايما في مرحلة تعلم وان فوقك رب
وسع كل شيء علما، فاستعن بقى كده بعلمه على جهلك وبحكمته على الحيرة اللي انت فيها. اما انت بقى بطل لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، والمرة كده تسيب لي تعليق تقول لي رأيك ايه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله.